تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. عنوان الفيديو بتاعنا النهارده عودة ابو ليا لقناة البليلة، وفاصل من العبط المتواصل وتلقيح الكلام على جماهير النادي الاهلي ومنتقدي مرتضى منصور، والرد على الحمار المضلع الملقب بالراعي. بدون الدخول في اي تفاصيل نسمع ابو ليا قال ايه ونعقب على كل جزئية بيقولها. خليكم معانا. احنا عارفين احنا هنتهاجم، واحنا مبسوطين ان احنا صوتنا وصل، ان احنا قدرنا نأثر على بعض الناس او كل الناس المريضة اللي هي بتهاجم نادي الزمالك ومش عايز صوت نادي الزمالك يوصل. مرتضى منصور بيتهاجم لان هو عمل حاجات كتيره في نادي الزمالك واحنا شايفينها بنقولها يبقى احنا بنطبل، احنا شايفينها بنقولها يبقى احنا بناكل عيش. هو احنا قبل مرتضى منصور ما كناش بناكل عيش؟ يعني كنا عايشين ازاي؟ يعني كنا بنشحت؟ سؤال بس لحضراتكم، يعني الناس اللي موجوده في الاستوديو سواء خالد الغندور او العبد لله، كنا قبل ما مرتضى منصور كنا بنشحت؟ يعني مش فاهم، انا مش فاهم. يعني انا مش فاهم ليه هذه الهجمه الشرسه على برنامج زملكاوي. اخيرا واحد هربان من بلده وخاين وعميل لبلده للاسف الشديد بيطلع كلام اي كلام. نتكلم في الجزئيه الاولى ان هو بيهاجم الجميع علشان مرتضى منصور بيقول هو انا وخالد ومش عارف مين كنا مش لاقيين ناكل. لا، انت كنت مدرب يا كابتن وبتفوت مباريات لنادي الزمالك بمقابل، انت كنت بتفوت لنادي الزمالك باجر. ما كنتش لاقي تاكل، لا كنت لاقي تاكل وكنت بتاخد فلوس من مرتضى او غير مرتضى في سبيل ان انت تفوت لنادي الزمالك، او كنت بتيجي مدرب مؤقت وتمشي ومدرب مؤقت وتمشي. الموضوع مش موضوع اعلام فقط، لا، في تعريص في اماكن اخرى وفي اشياء اخرى. انت بتقول ان انت بتخدم النادي وتحت امر النادي واشتغل في اي مكان، والكلام الحلو اللي انت بتقوله ده كل ده هو 100 100 وتمام، لكن فعليا انت ما بتعملش الكلام اللي انت بتقوله. انت بتطبل لمرتضى، بتزغرط لمرتضى، بترقص لمرتضى، بتمدح في مرتضى وتهاجم اي حد مرتضى يقول لك هاجمه. نكمل. ما نطلعش على الهوا هنا نقول شكرا؟ انا مش فاهم. يعني عايزين، يعني احنا عايزين ايه غير ان احنا يبقى نادي الزمالك كويس فيه لعيبه مميزه ونتائج طيبه؟ طارق تفويته بيقول احنا عايزين نادي عالمي. ما نقولش للراجل شكرا، ما نقولش للراجل ميرسي، ما نقولش للراجل اي كلمه حلوه في حقه. طب لما الراجل بيطلع يشتم مصر كلها ما بتقولوش ليه عيب؟ ما بتقولوش ليه ما ينفعش؟ ما بتقولوش اخد الحق صنعه وحرفه؟ حتى لو انت عندك حق، انت بتقول خطيب كذا وشوبر كذا ومش عارف مين كذا ومين كذا. ما هو انت ممكن تنتقد الاخرين بس باسلوب راقي، باسلوب محترم، محدش يمسك عليك غلطه. يعني انا ممكن دلوقتي اقول لك يا طارق انت كذا وكذا 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 واغلط فيك، يبقى انا كده غلطت. انما انت بترخص نفسك وبترخص خالد الغندور واحمد جمال لمرتضى منصور بمقابل، بس ما تطلعش ترسم علينا الشرف والادب والاخلاق والاحترام. نكمل. حضرتك عايز ايه؟ انا مش فاهم. فيعني خليك على جنب، خليك على جنب كده، مالكش دعوه. انا اطرد من الزمالك على قلب زي العسل، اطرد من القناه على قلب زي العسل، اطرد من اي حته من على قلب زي العسل. يا اخي تقول له مزعلك؟ مش فاهم انت متضايق ليه؟ اذا كنت انا واقف مبسوط. هو واقف مبسوط. مرتضى بيحركهم زي قطع الشطرنج. انت يا طارق تروح هنا، لا انت تطرد بره، لا انت ترجع تاني، لا انت تطلع بره تاني، وانت يا خالد تعمل كذا، لا ما تقولش كذا، لا قول كذا. ده فين الكرامه بتاعتكم؟ فين شخصيتكم كاعلاميين؟ لما يبقى في تعاقد بين نادي ومع قناه او مع اعلامي في قناه، بيبقى في اتفاق على سقف معين. انت مش هتخرج عن النص في كذا وكذا وكذا وكذا، بس ليك حقيه ان انت تتكلم في كذا وكذا وكذا، وليك راي وليك وجهه نظر وكده. انتوا ايه وجهه نظركم غير ان انتوا بتنقلوا وجهه نظر مرتضى؟ ومش كده وبس، لا ده بتقعدوا زي البلاليص تهزوا في دماغكم كده، ومرتضى يعمل مداخله كل يوم ساعه
وانتوا قاعدين ما بتعملوش اي حاجه خالص غير ان انتوا تسيبوا في دماغكم وفي الاخر تشكروا بعض وسلام عليكم وعليكم السلام. وبيقول لك انا مبسوط، انا مبسوط. انت مبسوط ان انت تبقى بلاص؟ كمل. وانا موجود معاهم، ما انا موجود اهو، وكنت امبارح موجود قناه على قلبي زي العسل. اطرد من اي حته من على قلبي زي العسل. يا اخي ايه اللي مزعلك؟ مش فاهم انت متضايق ليه؟ اذا كنت انا واقف مبسوط يا اخي، انا مبسوط وانا موجود معاهم، ما انا موجود اهو، وكنت امبارح موجود مع السوشيال ميديا، بنطبل بنزمر باي حاجه، كل الكلام ده اوكي، مفيش مشكله عندي خالص. من ولاد بلدي جوه بلدي احنا لينا فيه، الانديه هي اللي بتتحكم فيه. انت عندك 13 نادي مش عايزين الدوري و5 عايزين يلعبوا. صعبه جدا. احنا قلنا السبعه اكتر من التسعه، بنسال طلعت اكتر في الحساب مع ان انا واضح ان انا ما اتعلمتش رياضه خالص، يبقى الحساب بتاعي في الضياع. ماشي، هي برضو الخمسه اكتر من 13، سيبوكم من دي. طيب بعد اذنكم يا جماعه طلعوا لي نفس الاسطوانه المشروخه اللي بيقولها احمد جمال، هي اللي بيقولها خالد الغندور، هي اللي بيقولها مرتضى الراعي الفولي. اسطوانه مشروخه بتتقال على طول. سمعتوا الجمله دي كم مره الشهر ده؟ السبعه اكتر من 9 والخمسه اكتر من 13. سمعتوها كم مره؟ مش اقل من 90 100 مره. من بق مرتضى لبق الغندور لبق زفت الطين ده هو ابو ليا الجو الراعي والشرقاوي والرفاعي ومنتصر الرفاعي والعالم دي وصبحي صالح والناس دي ومحمد رجب. نفس الكلمه ونفس الجمله بتتقال. ليه؟ مرتضى بيقول جمله كرروها، عيدوا وزيدوا فيها. دخل في سب التطبيل لمرتضى ومهاجمه الجماهير سواء اهلاويه او زملكاويه، وسفه من نفسه قال انا مبسوط اطرد اروح اجي، وده داخل على الدوري قال الدوري ما يتلعبش، التسعه اكتر مش عارف ايه، ويافطه نادي القرن والهبل اللي بيهبلوه ده. نكمل. اصل الدوري الايطالي اتلعب والدوري الاسباني اتلعب والدوري الانجليزي اتلعب، طب ما الدوري الفرنسي اتلغى، ما الدوري الاماراتي اتلغى، ما الدوري البلجيكي اتلغى، ما الدوري الكيني اتلغى، ما الدوري الانجولي اتلغى. اشمعنى دي؟ ما هو في دوريات اتلغت، انت ليه باصص ان الدوريات اتلعبت؟ طب ما في دوريات اتلغت يا كابتن. سمعنا طارق تفويته هيموت ويلغي الدوري، هيتجنن هو مرتضى وباقي الحشره وباقي العيال دي اللي في قناه بالليل هيموتوا علشان يلغوا الدوري، هيتجننوا. يقول لك احنا مع قرار الدوله ومش قرار الدوله، والنادي الاهلي عايز يرجع الدوري علشان الدوله عايزه تجامل النادي الاهلي. طيب اذا كان وزير الرياضه زملكاوي وكان لاعب كره يد، الجنايني زملكاوي متعصب وبيكره الاهلي من كل قلبه، هيجاملوا الاهلي ازاي؟ ده قرار دوله. اتحاد الكوره بينفذ قرار الدوله. قرار الدوله ده جاي منين؟ يا شويه بوابين، جاي من رئاسه الوزراء بالتشاور مع رئاسه الجمهوريه. حتى وزير الرياضه اللي هو اشرف بيه جلامبو ده ما ملوش كلمه. الكلمه العليا لرئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء، ودول اداه تنفيذ. زي ما يبقى في حد عليه قضيه واتحكم فيها حكم، في هيئه تنفيذ الاحكام. الضابط ده هو ملوش كلمه يقول لك امشي ولا تعالى ولا اقعد، لا ده انت صدر ضدك حكم، ده رايح ينفذ الحكم، هيقبض عليه عشان يدخله السجن. كده بالظبط ان الدوله خدت قرار، وعلى المسؤولين اللي مسؤولين ان هم ينفذوا القرارات هم اللي يبلغوا الانديه وينفذوا القرار، لكن هم ما اتخذوش قرار. القرار لو بايد الجنايني كان الجنايني اللي لغاها من في ثواني، لان مش بتاعه الجنايني، ده قرار دوله. هتقول لي ده اسمه تدخل حكومي مش تدخل حكومي. في الظروف الاستثنائيه الفيفا قال لما يبقى في وباء او حروب او ما شابه ان القرار الحكومي هو الملزم للاتحادات المحليه. نكمل. متقدمه ودول محترمه واتلغى فيها الدوري، اشمعنى دي؟ ما بتقولش دي ليه؟ انت بتقول نتلعب بس، طب ما تقول ان اتلغى. اللي اتلغى ليه؟ الناس خايفه على صحه البني ادمين، وحتى الاسابيع اللي باقيه 6-7 اسابيع، يعني حتى لو طب انتوا خايفين على الاسابيع الباقيه حتى لو اسبوعين او اسبوع واحد، هل انتوا خايفين على اللعيبه؟ صحيح. طيب ما اللعيبه بتاعتكم بتروح بتلعب خماسي ومرتضى ما بيتكلمش،
في عقد قران بتاع مصطفى محمد وكان في مدعوين وكان عادي. احمد جمال نفسه كان بيلعب خماسي مع عنتر ومع الونش ومع شويه لعيبه من نادي الزمالك، محدش قال لهم انتوا فين. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مرتضى طلع بلسانه وقال ان انا بلغي الدوري، عايز الغي الدوري علشان الزمالك ما يتخصمش منه ال6 نقط وبتاع الماتش الوهمي مش الوهمي والمطر والسيول، وقعد يهري كتير بس بسقطه من لسانه قال ان الدوري هيتلغي علشان انا عايز الغي الدوري عشان ال6 نقط، ال6 نقط هيكون لم يكن، وانا هدخل دوري ابطال افريقيا لان انا واخد تاني السنه اللي فاتت. فده هدف مرتضى من الغاء الدوري، لا كورونا ولا خوف على لعيبه ولا خوف على حاجه، مصلحته ثم مصلحته ثم مصلحته، وعشان ما يتقالش في عهد مرتضى الزمالك خسر الدوري. نكمل. ندخل بقى على الحمار المخطط. على فكره كلمه حمار دي مش شتيمه، الحمار مش جسمانا، يعني مش جسم، يعني مش جسم حمار، لا عقل حمار. ساعات تقول له يا ابني انت ما بتفهمش انت حمار، مع ان ساعات في حمير كتير بتفهم. لكن محمد الراعي الصحفي والناقد الرياضي الزملكاوي نشوف او نسمع قال ايه ونعقب على الكلام اللي قاله في جريمة صحفية هو بيقولها. نسمع ونعقب على كلامه. الراعي الدولي جريمة، وجريمة ومخالفة قانونية. رقم واحد، خلينا الأول في المخالفة القانونية. أولا بحمل مسؤولية الجريمة دي لاتحاد الكورة، ولو أي لعيب قرر له حاجة لا قدر الله دي يتحملها مسؤولية اتحاد الكورة، لأن هو اللي عمل اجتماع منقسم لبعض الأندية، كل نادي لوحده أو كل مجموعة أندية مع بعضها، وقال لك أنا عندي توجيهات دولة. توجيهات دولة إيه؟ ده أولا يبقى مخالف للوائح اتحاد الكورة، إن ده تدخل حكومي. وعايز اقول لك لا الدوله ولا الحكومه ولا حد بالبيان اللي عمله وزير الرياضه ما فيهوش الكلام ده. اتحاد الكوره اللي بيكذب ويتجمل، بيضحك على الناس لغرض معين، عايز يعمل الدوري لمجامله النادي الاهلي. نتكلم بصراحه، لمجامله النادي الاهلي. وحاجه لحضرتك بالترتيب، فانا النهارده في خطاب في شهر مارس اللي فات، زي ما قلت لكم البغبغانات اللي بيرددوا كلام مرتضى منصور. الراعي المخطط ده او المضلع بيتكلم وبيقول لك اتحاد الكوره هو بيجامل النادي الاهلي. يا حبيبي ده قرار من فوق خالص، من رئاسه الجمهوريه ومن رئاسه الوزراء، مش من الجنايني. الجنايني اداه في ايد الحكومه لتنفيذ القرارات. انت مش فاهم الكلام ده وتقول لي تدخل حكومي؟ يا بني ادم، في الظرف اللي احنا فيه ده اهو بند من بنود الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي وبنوده وقوانينه بيقول لك لما يكون البلد في حالة وباء او حالة حرب او حالة فيضان او حالة زلازل او حالة براكين او حالة اي حاجة تحول عن استئناف نشاط الرياضي بقرار حكومي، بقرار دولة، فمن حق الدولة تتدخل، ومن حق الاتحاد وعلى الاتحاد المحلي انه ينفذ قرار الدولة. انما التدخل الحكومي لما يبقى مثلا تقيل الاتحاد، تمشي حد منه وتجيب واحد تاني، تخلي رئيس اتحاد يمشي غصب عنه، ده اللي اسمه تدخل حكومي يا جاهل. نكمل. من الاتحاد الدولي بيقول لاتحاد الكرة المصري ان انت اي لاعب يمتنع عن المشاركة او اي نادي ده من حقه انه يشارك في الدوري في حالة ظروف الاصابة، لان ده وباء عالمي. يعني دي حالة طارئة. الحالة الطارئة اللي هي دايما بتكون يا اما الحرب او وباء عالمي او بركان، يعني هي دي الحالات الطارئة او الخارقة او القهرية اللي بيتقال عليها في القانون واللوائح. فانت النهارده الاتحاد الدولي بعت لك جواب للاتحاد المصري اللي رفض، الاستاذ عمرو الجنايني رفض اظهاره. الجواب قال ان الدولة هي المنوطة باتخاذ قرار عودة الدوري من عدمه، والدولة قالت الدوري يرجع. انتوا هتألفوا، هتحوروا. نكمل. ان انت دلوقتي ممنوع اي لعيب او نادي يلعب الا بموافقته. في شهر مارس اللي فات، ولم يعلنوا وما ودوش للانديه. وان اللعيب اللي يقول مش هلعب خلاص بيحافظ على صحته، حاله قهريه، حاله مختلفه. تمام. انت اتحاد الكره النهارده بتكذب وتتجمل وما بتخبي الجواب وبتضحك على الانديه وتقول لهم اصل الدوله قالت لي. لا، الدوله ما قالتش. الوزير طلع في المؤتمر قال غير كده، قال احنا هنشوف ونعمل نظام، عايزين النشاط يرجع، لكن مش بالطريقه ديت. اغلب الانديه عملت اجتماعات والنهارده طلع بيان
ان هو من حقك تحب ناديك لكن مش من حقك تهاجم الزمالك وتجرح وتكسر وعايز توقف القناه، لان واضح كده ان القناه. نسمع كده الجزئيه دي تاني، نسمعها تاني عشان هنعقب عليها. القناه بتتكلم عن نفسه، وده اللي عمل ذعر. وبنشوف الاعلام الاهلاوي المنافس ان هو من حقك تحب ناديك لكن مش من حقك تهاجم الزمالك وتجرح وتكسر وعايز توقف القناه، لان واضح كده ان القناه بدات تكشف للشعب كله حقائق. بيقول ان قناه الزمالك عملت ذعر للاهلاويه وابتدت تكشف الحقائق للاهلاويه والزملكاويه. حقائق ايه؟ الله اعلم. وذعر ايه اللي عاملاهن؟ الله اعلم. وبيطالب الاعلام الاهلاوي انه ما يهاجمش نادي الزمالك، لكن انت تطلع تشكك في النادي الاهلي وتشتم في النادي الاهلي وتشتم في الخطيب، ومرتضى ياخد ساعه فين الشنط يا خطيب، فين الساعات يا خطيب، انت عملت يا خطيب، انت سويت يا خطيب، انت مش عارف ايه يا خطيب، وبنتك يا خطيب ومراتك ومش عارف ايه وانا عملت وسويت وكده. لكن حد يطلع يرد عليكم بالادب وبالذوق بالمنطق؟ لا. ازاي؟ لا لا لا، ده كده الاهلي غلطان وعيب وما ينفعش. نكمل. الشعب اهلاويه وزملكاويه بدات تكشف حقائق، فاصبح الضرب فيها متعمد. وده اللي خلينا شفنا كابتن احمد شوبير النهارده هو القناه الوحيده اللي نشرت البيان اللي اتعمل. النادي الاهلي بيشكي نادي الزمالك الى اعلام المصريين. انت بتوقع الاثنين في بعض، يعني انت تقصد ايه؟ يعني ده انت يعني قناه الاهلي بتشتكي نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك الى اعلام المصريين. طب انت ايه دخلك في القصه يا كابتن شوبير؟ وانت هل انت دي قناه الاهلي عشان انت تعلن البيان؟ انت بتخلي المفروض في قناه محايده. وبعدين النهارده ده حاجه شخصيه، انا شايف ان دي حاجه شخصيه. لان المستشار مرتضى في كل مداخلاته في قناه نادي الزمالك ما غلطش في حد. كل ده ما غلطش في حد. يا نهار اسود. شايفين الضلال، شايفين الكذب، شايفين النفاق. الناس دي هتقابل ربنا ازاي؟ ازاي الناس دي هتقف في يوم من الايام قدام ربنا ويواجههم بالحاجات دي وهيكذبوا على ربنا؟ طيب انا مش عارف. هينفخوا، هيطبلوا، هيهللوا، هيقلوا ادبهم، انا مش عارف هيعملوا ايه. الناس دي مغيبه. نسمع الحته دي تاني. المستشار مرتضى في كل مداخلاته في قناه نادي الزمالك ما غلطش في حد. كل اللي بيعمله هو بيسال اسئله وعايز الناس تساؤلات. من حقه يطرح تساؤلات ومن حقه يتلقى اجابه. الراي العام الرياضي محتاج يسمع. يعني لما يقول الاعلام الاهلاوي مرتزقه ده مش غلط. لما يقول امك وابوك واللي خلفوك مش مرتزقه. لما يهدد، قصدي ده مش غلط. لما يهدد ادمن صفحات النادي الاهلي ده مش غلط. لما يقول هجيبك من امك ولا هجيبك بلبوس ولا بتاع ده مش غلط. هي الناس دي بتخاطب ايه؟ بتخاطب اطفال، بتخاطب ناس مش فاهمه اللغه بتاعتهم. مش يعني احنا مش بنفهم عربي برضه، وانتوا بتتكلموا عربي فاحنا فاهمين، ولا انتوا بتتكلموا لغه واحنا مش فاهمينها؟ يعني هو مرتضى منصور ده بيحكوا لنا اكنه اسطوره، واللي بنشوفه كل يوم ده واحد تاني مش هو اللي هم قصدهم عليه. نكمل. يعني يقول لك ايه؟ الاهلي المجلس الاهلي ما بيردش، ده صمت العظماء. طب ما انت زايق علينا الاعلاميين خاصه ان في حاجات تانية بتحصل ما بتردش عليها. تمام. انت فاهم قصدي؟ زي فيهم زي الاخ علاء صادق اللي هاجمك في يقول لك ايه؟ بتمشي ويودوك ايه الكلام؟ ايه الكلام ده؟ يعني انت علاء صادق، انا عايز اقول لك يعني لو في فيديو مشهور على اليوتيوب بقول للجمهور الاهلي والزمالك شوفوه، كان بيمدح فيه المستشار مرتضى منصور. اولا هو اسمه فيديو مش فيديو. دي بس ايه يعني ايه حاجه بسيطه عشان نعرفك ان انت انسان جاهل. اسمها فيديو مش فيديو، ماشي؟ ده اولا. ثانيا، مال النادي الاهلي بعلاء صادق؟ علاء صادق ده في مكان غير مصر، في قطر، مش في مصر. لما يتكلم ولا يقول كلمه على نادي الزمالك ولا مرتضى ولا بتاع، ايه شأن النادي الاهلي؟ النادي الاهلي قايل له يقول كده؟ علاء صادق بيقول كده من نفسه. بنختلف مع علاء صادق ومع سياسته ومع انتمائه السياسي، دي حاجه. انما اللي بيقوله كله على مرتضى صحيح. ما نتكلم بصراحه، اللي بيقوله كله على اعلام الزمالك صحيح. انا مش عشان مختلف مع واحد سياسيا ابينه ان هو كذاب، لا، هو بيقول الصح. انا عن نفسي بشوف فيديوهات علاء صادق كلها صحيحه عليكم من الالف للياء، دي ما فيهاش نقاش. علاء صادق بقى اخواني مش اخواني مش عارف ايه، انا ما بتكلمش سياسه. انا هنا القناه دي رياضه. فانت يعني انا دلوقتي لما اجي افرض عليك انتماء السياسي، انت يا متلقي هتزعل. ليه؟ لان دي مش صفحه سياسيه.
انا لما افتح صفحه، لما افتح قناه للسياسه هقول رايي بصراحه، حتى على صفحتي على الفيسبوك. انا في حالي ما بحبش لا اقول ده صح ولا ده غلط، لا احب اقول ده انا مع ده ولا مع ده، لان انا صفحتي رياضه فقط. ما يجيش واحد لسه ابن امبارح يقول لي يا عم انت مالك ومال السياسه، ما تخليك في الرياضه. فانا بتكلم رياضه فقط. فانا كلامي على علاء صادق، سواء انت هتتقبله مني او هترفضه، علاء صادق كل كلمه بيقولها على مرتضى وعلى نادي الزمالك وعلى العاملين في نادي الزمالك صح. يوم ما علاء صادق يتكلم سياسه هنقول له انت بتقول كلام غلط، الكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط، الكلام ده اللي انت بتقوله ده ما ينفعش كده. كذلك انا بتكلم رياضه، انتوا دلوقتي عمالين تتكلموا رياضه في سياسه في مش عارف في حاجات بتتكلموا فيها، بتبقوا ايه؟ بتغزلوا الدوله، بتغزلوا الرئيس، بتغزلوا الشعب. فانتوا عندكم ذكاء من مرتضى ودهاء. فنكمل جزئيه ان بيتكلم على علاء صادق، وكأن علاء صادق ده اهلاوي ومنتمي للنادي الاهلي وكان بيعامل في النادي الاهلي. نكمل. برغم ان انت لو جبت الفيديو بقى بتاع علاء صادق بيمدح في المستشار مرتضى منصور، الرجل القوي الاسد اللي بيعرف يجيب حق الزمالك، هو بيعرف يجيب حق الزمالك. يا جماعه حد يقول له على في الاعلام ان اسمها فيديو مش فيديو، يعني اسمها فيديو. انت راجل يعني اعلامي وكبير، ما ينفعش تقول فيديو، ما ينفعش، اسمها فيديو. دي رقم واحد. رقم اتنين، علاء صادق ممكن يكون بيتكلم في ناس كتير مدحت مرتضى وفي ناس كتير شتمت مرتضى. في الوقت ده ممكن يكون مرتضى عمل خطوه ايجابيه. يعني مثلا لو مرتضى دلوقتي عمل اي حاجه كويسه، انا عن نفسي هطلع اقول مرتضى اجاد في الخطوه دي وعمل حاجه لصالح البلد، او يوم ما يعمل حاجه وحشه هنقول له انت عملت وحش وما ينفعش وفي فممكن يكون علاء صادق جاب حاجه لمرتضى اشاد بيه في الوقت ده، وبعد كده لما مرتضى طينها، ما هو مرتضى ايام مبارك كان فردة جزمه ما كانش بيقدر يتكلم. بس دلوقتي ومرتضى ايام الاخوان كان بيقول انا اخواني والمدام متجوزه اخوان، سوري المدام من عيله اخوانيه وانا متجوزها وهي من عيله اخوانيه وبتاع. فمرتضى بياكل على كل الموائد. نكمل. في شهر يناير هتخلص. طيب هبدا الموسم ان الموسم ان اتحاد الكوره عايز يجامل النادي الاهلي لسببين: ان فوز الاهلي دايما ببطوله الدوري اللي فوزه بالطريقه بتاعته اللي هو بيفوز بيها دايما، دي فوزه بيغطي. شايفين القذاره انا اقصد بمعناها. يقول لك الجنايني او اتحاد الكوره عايز يهدي الفوز للنادي الاهلي، البطوله المحببه ليه اللي عارفين بيفوز بيها ازاي. بيفوز بيها ازاي يا راعي؟ بيفوز بيها بضربات الجزاء الوهميه بتاعت فاروق جعفر، ولا بيفوز بيها بتعيين حكام معينه ومرتضى يطلع قبلها بيوم يقول لك انا مش عايز الحكم الفلاني والحكم العلاني؟ ده احنا سردنا قبل كده في فيديو مصايب وكوارث التحكيم لصالح الزمالك. الكره ما تبقاش معديه الخط ويحسبها جول، ضربات جزاء وهميه، كور من خارج ال 18 ويحسبها داخل ال 18. فشايفين التشكيك وقله الادب من قناه البليله، قناه الفتنه. نكمل. على سلبيات اداره النادي الاهلي، فاتحاد الكره يبدو ان هو شغال عند النادي الاهلي وبيجامل النادي الاهلي عايز يغطي على سلبيات النادي الاهلي اللي هم ما جابوش بطولات هذا الموسم، لا في الالعاب الاخرى ولا طايره ولا سله ولا اي بطوله، عكس الزمالك اللي جاب بطولتين كوره في السوبر، والدوري اليد بتاخد فيه سوبر افريقيا وبطل افريقيا، ابطال دوري وابطال كؤوس، كل البطولات والكاراتيه وكل حاجه انت ماشي فيها، فانت عامل انجازاتك في الزمالك، فانت عايز تغطي على الانجازات، فهو تكسب الدوري يبقى الاهلي الملك المتوج، فهو اتحاد الكوره عايز كده. سمعنا مسلسل القذاره مستمر. الراعي اللي مش عارف يتكلم، اللي مش عارف يقول جمله على بعض، وبيتهم اتحاد الكوره انه بيجامل النادي الاهلي. طب ده النادي الاهلي عايز الدوري يكمل عشان يفوز بمجهوده. ما ممكن النادي الاهلي يحط رجل على رجل ويقول لك انا مش هلعب زي الفرقه دي وانا بطالب ان انا اخد الدوري، انا المتصدر بفارق كبير عن الثاني اللي هو المقاولين، وفرق كبير قوي عن المركز الخامس او السادس في المنطقه الدافيه الزمالك، عشان يتخصم منه 6 نقط يبقى السابع تقريبا او الثامن، ما اعرفش هيبقى ترتيبه كام وقتها. فالنادي الاهلي بيفوز بمجهوده مش بالحكام ولا بالمجاملات ولا بضربات الجزاء الوهميه اللي خدها فاروق جعفر على مر تاريخه.
على فكره لو في فار، لو في تحكيم عادل، والله العظيم ال 12 دوري دول ما كنت خدتوا منهم ولا دوري. بس انتوا للاسف مغيبين، وبتكذبوا وبتصدقوا كذبكم وبتصدروا كذبكم للاطفال الصغيرين اللي مش فاهمين حاجه. كالمعتاد انا بشكركم شكرا جزيلا كل اخواتي الاهلاويه في كل مكان. بوجه الشكر الخاص للدكتور محمد الاهلاوي، وبقول له ربنا يشفيك ويعافيك من الازمه اللي انت كنت فيها. وبوجه شكري لانسه سلمى بتدعمنا وبتشير فيديوهاتنا، بشكرها شكرا جزيلا. بوجه شكر لكبير غزه، كبير فلسطين، ابو طارق، ربنا يديك الصحه والعمر الطويل. بوجه الشكر ليوسف سمير من ايطاليا واخته ماريا، بيشوفوا فيديوهاتنا وبيشيروها على اكونتاتهم، بشكرهم شكرا جزيلا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد عن النادي الاهلي. ارجوكم ادعمونا وشيروا الفيديو ده وردين على الناس دي بالادب وبالحسنى وبالذوق، علشان يعرفوا يعني ان في ناس بترد عليه، عشان الفيديو ده يوصل للاهلاوي والزملكاوي وكله. بوجه شكري مرة تانية وتالتة ورابعة لكل اخواتي الاهلاوية اللي بيدعموني. اترككم في رعاية الله والسلام عليكم.